مرحبا بكم قناة ملوحة صحرا بيوتي. مرحبا بالجدد ومرحبا بالقدامى. اليوم إن شاء الله تحت طلب العديد من الأخوات بغاو القويلبات الأصليين اللي كيزيدوا في زيادة الوزن. أنا اليوم عندي كوموندات وبديت بالقويلبات واللي نمشي لكم اللحسة ومن بعد البروتين. الأخوات أنا كنديرهم هنا مكركبين باش يسهل الاستعمال ديالهم ويكونوا رطب ملس منقين. أمانة يا الأخوات، الأمانة أنكم تكونوا نظيفات ومسائلكم مضبوطة والعشوب منقيين والمسائل ديالكم تكون واضحة على الشمس باش تكسبوا الكليان بكل ثقة وتكون عندكم واحد المصداقية في المنتوجات ديالكم. شوفوا راه ما فيهمش العودان خارجين، كلشي نقي كلشي منيل. بالنسبة للمكونات عندنا قصرية تكون نقية ما فيها حتى شي حاجة، ما فيها الماء ما فيها. أنا شديت الثمر يكون جاهز معجون مفور، ودرت الجمر قدامي دايره فوق الذروه وكاسين من الدسم وشويه من الزوكني وكنزقر نعاود نزقرهم فوق النار ونخليهم يدفاو. هون شوفوا تبارك الله التمر منيل وزوين، ما هو اسود داك اللي كيخلي القويلبات كحل، هذا التمر احمر. المهم طفلات انا كندير الثمر لانه غادي نديرو مسائل سخونه والسخونيه خاصها شي حلاوه. دائما ترياله كنديرو معاها كيلو من العسل. هنا راهم العشوب ديال القويلبات ضروري ديروا معاهم التمر باش ما يتقندوا، والتمر فيه بروتين زوين، ضد بومزوي زوين في زياده الوزن. ودرت معاه الثوم طارد للسموم. الثوم راه مسمن اساسي كيسمن تبارك الله وكي يقلع الديدان من الكرش وكينقي وكيقاد الهرمونات وفيه بزاف ديال الفوائد تبارك الله. هون فورت التمر ونشفته من الماء، ما فيه قطره ولا الماء. هنا الاخوات شنو درت زرعت الفص، زرعت المعدنوس، زرعت الكرافس، زرعت اللفت، زرعت خيزو وزرعت المعدنوس. بالنسبه لزرعت هادو الزراع كامل درت منهم واحد 6 الكواتشر ولا 5 يكونوا بومبي. الاخوات كلشي يكون منقي، كلشي يكون منقي. بالنسبه للعشوب اللي عطيتكم راه حتى زرعت الفصه سخونه. هنا عندنا شوفوا بذور اوكيبي بذور لاكبي، شديتهم وطحنتهم مع الحلبه وقرينجدي ودل الحلوف ودرتهم مجموعين، قرينجدي الحلبه ودل الحلوف وجمعتهم كاملين وطحنتهم بهذه الطريقه هذه. وكنغربل لان بذور لاكبي كتكون شي شويه ما كتنطحنش لي بها مزيته وخضرتها مع الحلبه. كنزيد الكتشاره الثانيه والكتشاره الثالثه والكتشاره الرابعه. المهم نتوما ديروا العدد اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو. انا هون درت 5 الكواتشر ولا 4 يكونوا بومبي مزيان. الحلبه ما تخسرش، الحلبه بالعكس كتقاد الهرمونات زوينه، تفتح الشهيه وتقاد لاطاي لان زيت الحلبه راه كندهنوا به. هنا زدت الرابع ويكون بومبي مزيان وكنغربلو وكنحيدو البقايا ديال اللي غربلنا. مازال زدت واحد شوي لان المعالق ما كيكونوش عندي عامرين، داكشي علاش انا كندير عيني ميزاني. نتوما غتشدوا وديروا 4 ولا 5. بالنسبه لهاد الاشياء كتكون مطحونه عندي ومقاده في الدار. هون الاخوات عندي الشيح، الزعتر، الخزامه، اللويزه وشوي من البابونج والكمون الصوفي. طحنتهم مزيان انين تنيلوا مزيان مزيان مزيان. اللويزه واصابع مريم واللويزه والخزامه والشيح طحنوهم مزيان مع الكمون الصوفي وشدوا منهم واحد 5 الكواتشر يكونوا ولا 6 يكونوا عامرين. شوفوا راه كنغربل وكيبقى عندي واخا طاحنينهم في الماكينه ديال برا اللي نيلتهم، ولكن مازال كنغربل لانه ما فات نطحن منهم شي. كاين اللي منهم طحن وكاين اللي منهم سال. طحنوا مزيان في صفايه القهوه تكون رقيقه ديك اللي ما كتخرجش بزاف. هنا درت واحد 5 الكواتشير من مسحوق مختلط ما بين الشيح والخزامه والزعتر واللويزه والكمون الصوفي واصابع مريم كيكونوا مجموعين في واحد البلاستيكه بوحدهم. بالنسبه لهون درت الصوجه
والبكبوكة وشوية من العنبر الأبيض عظم، ما ديروش منه بزاف، 2 معالق منه، وكتشدوه وكطحنوا مزيان هادوك المكونات، وغادي نشدو منهم واحد 2 ولا 3. المهم البكبوكة والصوجة وواحد 5 دراهم ديال العنبر الأبيض. أنا ما كترش العنبر الأبيض، يعني راه واحد 20 درهم ديال الصوجة و20 درهم ديال البكبوكة مغسولين منقيين. البكبوكة راه ما كطيب، ما كدير حتى شي حاجة، راه ما كطيبش ما والو، كتغسلها كتنقاها كتمشي كطحنيها. 2 معالق كبار ديال القرفة الصينية والقرفة ديال البلدية. هنا عندي الباذيان مطحون مع سميتو حب رشاد ديال الأخوات، ما تنساوش راني دايره واحد 5 دراهم ديال حب رشاد مطحونة مع باذيانة ولا 2 باذيانات. هنا عندنا النافع، 2 معالق من النافع مزيان للغازات وطرد السموم من البطن، وكيزيد في زيادة الوزن، كيساعد في زيادة الوزن. ودرت معلقة الأولى، زدت نص معلقة تانية، راه ما كيعمروش عندي المعالق، ولكن انتي غاديري عينك ميزانك. هنا ديري واحد ملعقة كبيرة من النافع. هنا ديري حبة حلاوة مطحونة، يكونوا عندك داكشي جاهز. ملعقة كبيرة من حبة حلاوة والكروية مطحون داكشي يكون منيل. شوف يعني دغيا غينسجم لي هادشي، ملي كيعود منيل كتسهل عليا الخدمة. كيف ما قلت لكم كلشي يكون عندكم مجموع في لي بواط ومطروح عندكم وقت الخدمة كتكون جبد داكشي. هنا الاخوات سمعوني مزيان، اللي ما عندهاش هاد المكونات ما تقدرش تستعملهم، بلاش منهم، لان هادشي كافي اللي عطيتكم، هذوك المكونات السابقين كافيين. بالنسبة هون عندنا السيكرال، البتينة وشدق الجمل، طحنتهم مزيان ودرتهم مع تريالة، وخلطت كتشارة من تريالة معاهم طايبة بوحدها، والسيكران والبتينة والجوزة الصحراوية والجوزة العادية طحنتهم، لأن هادشي سخون ديال القويلبات. هانتوما شوفوا دايرة ملعقة كبيرة من السيكران والبتينة وشدق الجمل، يعني درت منهم واحد الكمية ديال ملعقة في هادشي كامل. هادشي جمعيه ولميه، ملعقة ما تفوتيها لأنه سخون هادشي. وصافي نيلو. شوفوا تبارك الله داك الثوم اللي فورت ما شاء الله كيدوب بالعجلة. هنا اللي نديرو الدسم والذروة، نصفيهم من زوكني، واللي ندير فيهم غرام ديال العنبر، غرام من العنبر درتو فيهم. انتم كتشوفوا عندي 2 غرامات، غادي ندير 1 او غرام من العنبر، ودوبتو مزيان مع ديك الذروة والدسم، وراه دغيا كيدوب، انه تبارك الله حر. انا شاريته من عند وحدين فاخ في النير كيجيبوه، راهم تركساخ في النير كيجبروا داك العنبر ودقاقه في البحر، داكشي علاش راهو كيدوب بالعجلة. خلطي المكونات مزيان وخلطيهم ميم 1 دقيقة ما كاملة كاع كيدوب ما شاء الله. المهم العنبر راه سخون الاخوات، حطاطو من البرد، حطاطو من شرب الماء البارد، واستعملوا القويلبات، والله ما غتلقاو عليهم غير النتيجة الزينة ما شاء الله. قويلبات العنبر واعشاب راه ما شاء الله نتيجة ولا اروع. كنخلطوا داك المكونات مزيان حتى كيذوبوا لي، ونعود نصفي في الصفايه. بالنسبه لهون راني ضفت كاين كليانات بغاو، على الامانه اللي نقول لكم كاين كليانات بغاو الفانيد والقويلبات. انا درت هنا باكيه من نورابل، 2 باكي، راني غير ما صورتش. 2 باكي من نورابل وواحده من بارنابول، طحنتهم ودرتهم مع الصوجه، ما بغيتش نقولها لكم في الاول حتى الاخر. طحنتهم ودرتهم مع الصوجه مطحونين، يعني 2 باكي من نورابل وواحده من بارنابول.
واحد البنت جايبه لي قويلبات اوكيبي، قالت لي ديريهم لي في القويلبات ديالي. يعني الكليانات حتى كتبغي القويلبات ديالها، بغات فيهم الفانين ما بغاتهمش، بغات غير هاد الاعشاب راهم كيطلعوا لا فورم بالعجله بلا حتى شي فانيد ولا شي حاجه. غير الانسان يتم يشرب معاهم الحسا سخون، يشرب ياكل الشعريه، ياكل يغسل جوفو سابق ما يديرهم. الانسان غسلوا الامعاء ديالكم. شي نهار نطرح لكم التجريه تمو تشربوها وتمو تاكلوها كاع، تسفوها في دانون. راه شي نقول لكم، راه الا ما جريتي ما يمكن لك تستعملي هذا الشيء اللي يعود جوفك فيه اكندي، جوفك عامر بالميكروبات. اسقلي ذاتك واستعملي مكونات جديده، ديري واحد الديتوكس ما فيها باس، تنقي الذات وتغسلي جوفك. هون الاخوات من بعد ما عجنت مزيان المكونات راه خصهم تدليك باش يتجانسوا. هون فرشت واحد اللاطه ودرت فيها الخزامه مطحونه منيله ما فيها ولا عود. انا راه ما كنبغي دوك القويلبات اللي خارجين منهم العودان، راه يضروا في المصران ويتقبوا، المصران واللي فيها البواسير ما تقدرش ديرهم. نقوا داكشي، شوفوا هانتوما كندير القالب بحال هكا، شوفوا منساجم به داك الثوم وداك التمر تبارك الله كيجمع داكشي. المهم ها هما غادي نكورهم ونفندهم في الخزامه ونخليهم يومين، وإلا بغيتهم بالعجله يبسوا لي على حساب الكليان. كنسخن الفران يسخنوا ونطفي عنه وندخلهم فيه ونخليهم فيه حتى يشربوا من ديك الحراره. خليهم منين يبرد عليهم الفران ومرقيهم ملي تجبريهم نشفوا تبارك الله. الشكل ديالهم ديروه كروي سهل الاستعمال صراحه، خير من القويلبات القاصحين. واعر جربوا هاد القويلبات بالعنبر وبالاعشاب، خطيرين ولا اروع. النتيجه في 15 يوم غتبان لكم. غسلوا جوافكم، ما تنساو ديروا التجريه، ديروا الديتوكس قبل ما تستعملوا المنتوجات التسمين، لان ضروري الانسان يكون نظيف من الداخل باش يبان وجهه نظيف. الاخوات ما تنساو مني من اللايكات والاشتراكات، ومازلت لي نطرح لكم سر كبير في البروتين ما قد شاركتوا مع حتى شي حد، ولكن ما خساره فيكم الا درتوا لي لايكات لهذا الفيديو وشجعتوني. ماني نبخل عليكم، ما الله ما نطرح لكم جميع الوصفات ونطرح لكم الاسرار ونطرح لكم داك اللي بغيتو كامل. راني فاتحه جروب في الواتساب، اللي بغات تواصل معايا نطرح لها الرابط، واللي بغات تدخل معانا وتشارك معانا. عندي صفحه في الفيسبوك سميتها وصفات شويبات الصحراء. هون راه من بعد ما يبسوا قبضت الدسم كبيتوا عليهم. هنا راهو الدسم هما اللي ترغنوهم بالدسم، اللي يتكبوا عليهم كاس من الدسم، واللي ما عنده الدسم دير زيت العود. وذاك الشيء اللي كيشيط لتحت ديال القويلبات لتحت واحد يومين ولا 3 شدي تمي دهني به يديك وسيقانك ووجهك، راه خطير في التسمين. منين تكبي زيت العود على القويلبات وتخليه ناقع فيهم، اقبضوا داك الزيت ولا قبضوا داك الدسم وتمو دهنوا به حنوككم ويديكم وزنادكم. مسمن رائع الطفيلات، خطير. يدهنوا به سيقانهم يدهنوا به كرعيهم، لانه داك الزيت يعود شارب من دوك الاعشاب تبارك الله وعاطي الفائده ديالو. المهم نتمنى ان يعجبكم فيديو اليوم وما تبخلوا عليا